سلامات. طيبون مش كده ولا ايه؟ شندويل بلد ايه؟ الستات الايه؟ الجدعان. الجدعان. اهلا بحضرتك. يعني الدنيا التلي وحاجه اخميم. ايوه مش كده؟ أيوة. شغل الفلاحي. شغل فلاحي. وده بنسميه ايه بقى اللي هي الايه؟ الرموز بتاعت التل دي. اشرحي لنا بقى كده، قولي لنا بقى ايه الموضوع. ده اسمه التل والتل في بعضه، ودي الموتيفات بتاعتنا. ده حاجه حلوه قوي. المتوارثه. طبعا متوارثه من امهاتنا بصوا حلاوه وستاتنا. الحاجات. شندويل. انتوا يعني عندكم ورشه ولا بتعملوا ايه بقى؟ قولي لي، احكي لي ده بيتعمل ازاي لغايه ما يوصل لنا هنا. انا ابتديت المشروع بتاعي، او ابتديت ان اتعلم في الوحده الاجتماعيه بتاعت جزيره الشندويل. ده من كام سنه؟ من اوائل التسعينات. من اوائل. نحسب مع بعض كده، يعني ايه داخلين على ايه؟ 30 35 سنه. ايوه 30 35 سنه كده. ايوه اتعلمت. عظيم. اتعلمت الغرزه الاول، وبعد كده المدربه الله يرحمها ام عليا علمتنا. ام عليا علمتنا ايه؟ يعني ست كبيره الله يرحمها ويسعدها في جنتها. طبعا هي عشان علمتني مهنه احسن من وظيفه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فاتعلمت منها كل ما هي عارفاه. وما بخلتش علينا باي حاجه. وهي الله يرحمها كانت من الجدات بقى القدام اللي جت هيئه اليونيسيف تحيي التراث ده بعد ما اندثر. مظبوط. راح دوروا عليها فلقوها ست كبيره، عينيها على الكد، يعني نظرها على الكد، عملوا لها نظاره عشان تعلم 10 بنات، وبعد كده 10 بنات تانيين، والعشرة في العشرة علموا البلد كلها. الباقي بقى لغاية النهاردة. لغاية النهاردة. الله يرحمها. يعني ليها الفضل الحقيقة انها الحاجة الحلوة دي التلي يبقى ليها الفضل فيها انها موجود لغاية النهاردة. علشان كل ما يعني اكسب حاجة ولا ربنا يفتح قدامي باب رزق افتكرها بالخير. الله عليك. الله عليك. وانت دلوقتي كام واحد بقى شغال معاكي؟ حوالي 30 بنت. في بيوتهم. واللي بتتجوز بتروح تتجوز تقعد سنه او سنتين، بعد ما ان شاء الله تخلف وتبقى معاها مسؤوليه بتيجي بتاخد مني تل تاني وتشتغل تاني وترجع تاني. يعني انت بتديها القماش وتديها الخيط الفضي والذهبي والقماش والخيط والرسمه والابر والحاجات وكل حاجه بوفرها لها. حتى الرسمه ببتديها لها، ما اسيبهاش ترسم لوحدها كده. انا بقول لها ارسمي كذا فوق كذا فوق كذا، وبقسم لها الطرحه وبقول لها خدي كملي. تروح بقى هي تعملهم. تاخد قد ايه؟ يومين 3؟ لا بتاخد بشطارتها هي، بحسب شطارتها وفضاها في بيتها. بتاخد شهر، 15 يوم، 25 يوم. تبع ايه ما هي فاضيه في بيتها. ده في التلي. حتى في الشغل الفلاحي برضو. في الفلاحي برضو نفس الحكايه. بتاخدهم تشتغل في البيت وتديهم انت تديها الرسمه رسمتها لها بالقلم وقلت لها مشي عليهم بايه. جمال الريف بتاعنا. جمال الحاجه اهي جميله. وبعدين تلقائيه. طبعا 30 بنت وسيده شغالين معاكي وفاتحين بيوتهم من الشغل التالي. عندنا حاجات حلوه جوه هناك اهي، ما توريها لنا؟ ماشي. يعني هنا انت ادرى بقى بشغلك. هنا ايه الطرحه دي؟ ايوه يا دي شغلها كتير خالص، ونظام كارت. انا بنقولها من كارت وبمشي للبيت وبقول لها كملي على حسب ما انا عايزه. انت تبداي فيها وهي تكمل. انا ببدا وهي عارفه دماغها مع دماغي. عارفه ازاي ايه انا هعمل ايه وهكمل. تاخد وقت قد ايه منها دي؟ تاخد شهر. تاخد برضه شهر. زمان كان التلي بيتعمل بخيوط الفضه اللي بجد الحقيقيه. اللي بجد والذهب الحقيقي. كانت تلبسوش الا الست الثريه خالص الغنيه. وكان بيتعمل منه الحاجات بتاعت البيت كمان. المفارش والحاجات عشان الجهاز. عشان جهاز العروسه. وكانت تلبسوش. امي كانت تحكي لي الله يرحمها. الله يرحمها. بتقول لي ما كانش تلبسه يا بنتي الا الست الثريه اللي واصله اللي من عيله. الله. شوف يعني بتحللك كمان الشغل اللي انت اخترتيه من 30 سنه. كانت تحكي لي عليه قبل ما ابتدي فيه. جميل والله. جميل. عملتي بقى منه المنتجات. عملتي منه الشيلان والطرحه والسكارف والطرحه، وعملتي كمان جلاليب اهي. ايوه عبايات. وعملتي شنط. عملنا شنط عند زمايلي. دي سكارف. طبعا دي في السياحه يعني تمام. دي بقى المفروض تمشي لطيفه دي. جميله. جميله. الله ينور والله. وايه تاني هتعمل لنا؟ ايه تاني بقى؟ وفي شغل هنا فلاحي برضك تاني، وشغل منسف. ده شغل الفلاحي الحقيقه.
لوحه، بيبقى لوحات. لوحه يعني ده انا استعنت بزميلتي، قلت لها مدرسه رسم، قلت لها ارسمي علشان البنت بعد كده ايه تخطط وراكي بالقلم. هي ترسم، هي رسمت بالقلم ودي الثانيه مشت بالخيط. جميل جمال من شندويل. في كام بيت بقى مفتوح من كتير من التلي والشغل الفلاحي؟ كتير خالص، كتير ما شاء الله، اكتر من 1400. لا انا اجي لكم بقى نعمل زياره بقى، اهلا وسهلا، نلف على كل. بتعملوا ايه غدا؟ فيه الفطير الفلاحي. ايوه ندخل بقى في المهم يعني. لا عندكم في حاجات يعني حلوه كده. ايوه في تنورنا والله. الله يخليك ودايما عامر بيك.